عارفين كده لما تكونوا محتارين وعايزين تاكلوا حاجة سهلة طعمها حلو في نفس الوقت ترطب في الجو الحر ده، وكمان تكون سهلة وسريعة من غير مكونات كتير. مفيش احلى من ان احنا نعمل الكاسات الحلوة دي بالكنافة والكريمة الغنية وقطع المانجا وسكرها خفيف وطعمها تحفة جدا جدا. ميكس الطبقات كده مع بعضه خطير، فلازم تجربوه. اول حاجه هنبتدي بيها ان احنا هنجيب كسرولة حلوه بالشكل ده، هنزل فيها بكوبايه من اللبن. تمام، بسم الله. على اللبن ده بمعلقه كبيره من السكر، وهنزل عليه بمعلقه كبيره من الكاسترد الباودر. تمام، بالشكل ده كده هنقلب الخليط الحلو ده تقليب مستمر قبل ما ارفعه على النار لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض كويس جدا. دوبنا الخليط بقى بالشكل ده، هاخده على النار دايركت على طول، وبعد كده تقليب مستمر لحد ما القوام معايا يتقل ويكون معايا ناعم وكريمي. بعد كده تقليب مستمر لحد ما القوام معايا يكون بالشكل ده ناعم وكريمي ومتماسك بالشكل الحلو ده. تمام، بعد كده هناخده دايركت على طول في اي بول عندنا كده. بصوا بقى القوام ناعم وكريمي وسلس كده، فحلو معايا. اي كيس تلاجة عندنا، وهغطي دايركت على طول، ويكون الكيسه بتاعتي او البلاستيك ملامسه للكاسترد بتاعي عشان ما يكونش قشره كده ويكون معايا مش حلو. تمام، بالشكل ده كده. وهندخله التلاجة حوالي نص ساعه كده او الفريزر ربع ساعه لحد ما يبدا ان هو يتماسك ويبرد تماما. دلوقتي بقى عملنا الكاسترد وسيبناه يبرد في التلاجة. بعد كده هنجيب نص كيلو من الكنافه تكون فروزن، يعني بجيبها وبدخلها الفريزر لحد ما تتماسك تماما عشان لما نيجي نفرفتها تتفرفت معايا بكل سهوله. تمام، بالشكل ده كده. او ممكن تاخدوها في الكب على طول وهتتفرم معاكم بكل سهوله. هبتدي بقى كده وهي مفرزه كده، اضغط عليها كده هتلاقيها بتتفرفت وبتتكسر معاكم. بصوا بكل سهوله اهو بالشكل ده لحد ما تتفرفت كده معانا متفرفته بالشكل الحلو ده. هنزل عليها بمعلقتين كبار من السكر البودر بالشكل ده، او السكر العادي يعني مش شرط. تمام، هنزل عليهم كمان بنص كوبايه من السمنه المذابه. تمام، لكن لو زبده الزبده هتبدا ان هي تتحروق مع التحمير، الزيت مش هيدي طعم حلو للكنافه. بسم الله، نص كوبايه كده من السمنه، وهبتدي ابسها كويس جدا جدا مع بعض. اشرب كده كل الكنافه معايا بالسمنه والسكر، بيدي تسكيره حلوه جدا في الكنافه، وكمان بيخليها كده تاخد لون ذهبي حلو. بقى قلبنا السمنه كويس جدا مع الكنافه لحد ما كلها اتشربت من السمنه والسكر. يا اما ادخلها تحت الشوايه وتقليب مستمر من وقت للتاني لحد ما تاخد لون موحد ذهبي، او على البوتاجاز هبتدي اقلبها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو. تمام، دلوقتي بقى فضلنا نقلب في الكنافه كده على البوتاجاز لحد ما اخدت اللون الحلو الذهبي ده زي ما انتم شايفين كده. عندي بقى هنا ايه شربات كان في التلاجة، وتقدروا تضيفوها او تضيفوا سكر بودر او سكر عادي. بسم الله، شربات خفيف بحيث بس ان الكنافه معايا تتماسك. بصوا بقى قد ايه الكنافه بقت ان هي متماسكه كده، ما عادتش مفرفته زي الاول، وبقت متشبعه كده بالشربات. هناخدها كده تهدى على جنب، وبعد كده نحضر الكريمه الغنيه اللي هتدي الطعم في حته تانية. تمام، هنعمل الكريمه الغنيه بتاعتنا وهي عباره عن هنجيب الكبه بتاعتنا الحلوه ديت، وهنزل بسلاح الخف كده. تمام، هنزل بكوبايه من الكريم شانتيه الخام. بسم الله، ادي كده كوبايه على معلقه كبيره من اللبن البودر اختياري، حابين نضيفه نضيفه، مش حابين هنستغنى عنه. تمام، بالشكل ده. معلقه كبيره من السكر البودر، نضره فانيليا صغيره تدي طعم كده وتعزز النكهه معايا. تمام، بعد كده هنزل بميه تكون مثلجه. تمام، يكون فيها تلج بالشكل ده.
هنزل على الكوبايه بنص كوبايه من الميه، ولو احتاجت هنزل بالتدريج عشان ما تكونش معايا القوام الكريمه خفيف معايا. تمام، وهنبدا نخلط. بسم الله. بصوا بقى قوام الكريمه بقى متماسك بالشكل الحلو ده. تقدروا تعملوها بالمضرب الكهربائي او في الكبه، على اي حاجه تلاقوها سهله بالنسبه لكم، او بالهاند بلندر. تمام، بقت معانا متماسكه بالشكل الحلو ده كده. وبعد كده بصوا قد ايه الكريمه متماسكه معايا بالشكل الحلو ده، فلافيه كده وهشه ومتماسكه. ده القوام اللي احنا عايزينه. بعد ما الكريمه معايا تماسكت وبقت فلافيه بالشكل الحلو ده، هاخد الكاسترد اللي اوريدي مبردينه كويس جدا في التلاجة وهاخده مع الخليط الحلو ده. بسم الله. بصوا قد ايه الكاسترد متماسك بالشكل ده كده. تمام، بعد كده هنرجع تاني نخلط كل مكونات الكريمه الحلوه ديت مع بعض. هتاكلوا احلى كريمه غنيه كده بالكاسترد، طعمها تحفه. بعد ما خلطناها كويس جدا مع بعض، بصوا بقى القوام بقى كريمي وحلو بالشكل ده. هرجع تاني هاخدها في البوله وادخلها لحد ما تتماسك شويه في التلاجة. بسم الله. بصوا بقى القوام تحفه. بصوا بقى الكريمه بتاعتي حلوه بالشكل ده. هدخلها التلاجة تبرد كده على ما اقطع مكعبات المانجا. الكاسات الحلوه ديت او الكاسات ديت او اي مجات او اي اطباق كده عندنا بنحب ان احنا نعمل فيها اي حاجه حلوه. تمام، تعالوا بينا ناخد الكاس ده وهناخد. شوفوا بقى الكنافه معايا متماسكه ازاي لما شربت الشربات، فبالتالي مش متفرفته. وبعد كده نبدا ان احنا نضغط عليه لحد ما شويه كده. تمام كده الكنافه هبتدي ابسطنها كده زي ما انتم شايفين كده الحلو ده. بعد كده هنوزع الكريمه بتاعتنا بالشكل ده. بعد كده عملنا هنا طبقه من الكريمه. هناخد بقى قطع المانجا اللي احنا مقطعينها وهبتدي اخد منها كده قطع بالشكل ده كده. حطينا قطع المانجا. بعد كده ننزل كمان بطبقه من الكنافه لو احنا حابين. بصوا بقى شكل الطبقات، كنافه وكريمه قطع مانجا طبقه من الكنافه، وشكلها تحفه جدا زي ما انتم شايفين كده. في الاخر كده تقدروا تضيفوا معلقه من الكريمه لو انتوا حابين كده. وبعد كده نزينها باي قطع مانجا كده من فوق. معاك المانجا الخطيره الحلوه دي وهبتدي اخدها كده من فوق. حاجه بقى سهله سريعه هتدخلوها التلاجة كده تقدموها بارده، فطعمها تحفه جدا جدا. وبان في موسم المانجا فلازم ندلع المانجا. تمام، بصوا شكلها تجنن. بعد كده تقدروا تدخلوها التلاجة تتماسك كده وتاخد وتشرب من بعضها كده وتاخد الطعم من بعضه، وبعد كده تاكلوها بارده. تمام، سريع، مناسبه بسيطه، ايا كان تلك الاحوال حاجه كده ميكس الطعم تحفه. طبقات كده كلها مع بعضها طعمها خطير. الكنافه كده بالكريمه وقطع المانجا والمانجا، وبصوا الطبقات خطيره. ده انسب حاجه تقدروا تعملوها. عملنا النهارده حفله ترايفل مانجا بكريمه غنيه قطع وبالكنافه، فطعمها حلو جدا، مناسبه جدا في الجو الحر ده. حاجه سهله سريعه، مكونات بسيطه من البيت، سكرها بيكون خفيف كده وبتتاكل كده وهي بارده، فبتديكوا انتعاش كده حلو. تمام، بصوا بقى شكل الطبقات خطير. تعملوها ترايفل كده في الكاس الحلو ده كده خطير، فجربوها تعجبكم جدا جدا. ده كده كان الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو اول مره بتشوفوني، وتصلوا على الرسول، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.